اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في قناه مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والاكل الصحي. النهارده مع تيتا ميري هنعمل غدا صيامي اقتصادي حلو جدا ليوم الجمعه. هنعمل بدنجان وبطاطس بس بطريقه مختلفه وجميله جدا، والبدنجان مش هيشرب زيت والبطاطس هتبقى مقرمشه. هنعمل ازاي؟ يلا بينا. هنعمل غدا جميل صيامي ليوم الجمعه. عندنا بطاطس قشرناها وقطعناها كده، ودلوقتي بقى علشان تبقى مقرمشه معاكي الخل الابيض العادي ده اهو، هنحط منه معلقتين 3 كده في الميه اهو، وهنسيبه حوالي 10 دقايق في البطاطس بالميه الخل. ودلوقتي بقى عندنا بدنجان كمان، هنعمل احنا بطاطس وبدنجان. عندنا بدنجانتين. البدنجان عشان ما يشربش زيت هقولك على طريقة حلوة جدا جدا ليه. بدل ما تقطعيه بالطريقة دي كده، لا، قطعيه بالطول بالشكل ده. وبعد ما بنقطعه بالطول كده بنرش عليه رشة ملح كده، وبنسيبه حوالي، بس طبعا في مصفى عشان هينزل ميه. وبعد كده هنكمل مع بعض، هقولك ان ازاي ما يشربش زيت نهائي منك. وهقولك دلوقتي بعد ما احنا قطعنا البدنجان بالشكل ده رشينا الملح ملح ابيض عادي، وبعد كده دلوقتي هنكمل مع بعض بحيث ان احنا على قد ما نقدر نخليه ما يشربش زيت. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما سبت البدنجان حوالي 10 دقايق، دلوقتي جبت دقيق ابيض وبعمله كده في الدقيق اهو، بتبله كده في الدقيق بالشكل ده اهو، وهعمل كل الكميه بتاعتي بالشكل ده. حبايبي البطاطس احنا بنقليها اهو، لما حطينا لها معلقه الخل بصي طالعه ناشفه وجميله ازاي اهو كده، ونحط على الورق النشاف. هنعمل الكميه بتاعتنا كلها بالشكل ده، وبعد كده هنجيب كمون وهنجيب ملح وهنحطها نتبلها. وده حبايبي الكمون هرش كده كمون وملح، وهرش ملح كده، الملح ده جميل جدا. دلوقتي يا حبايبي بعد ما شلنا البطاطس وحطينا لها ملح وكمون وكزبره ناشفين، دلوقتي بقى في نفس الزيت هو احنا طبعا كنا عاملين البدنجان بالدقيق وسيبناه حوالي 10 دقايق شرب الدقيق بتاعه، وفي نفس الزيت حطينا البدنجان وهنقليه. مش هيشرب منك زيت خالص خالص، هيتحمر من الناحيتين. بصي طالع ناشف ازاي اهو بالشكل ده اهو. هنعمل الكميه بتاعتنا كلها بالشكل ده، نحط برضو على ورق النشاف الكميه بتاعتنا كلها. واهو يا حبايبي الشكل النهائي لغدا النهارده يوم الجمعه، صيامي اقتصادي، الطعم خطير وبألف هنا. باي باي.